السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه كنعتذر على هاد الغيبه ديال 4 ايام، ولكن عيانه ما قدرتش نحط لكم شي فيديو. مازال لحد الان عيانه، ولكن قلت خاصني لابد ما نوض ونوجد شي حاجه. وبما انني غادي نصايب بريوات ديال الدجاج، قلت علاش لا ما نشاركهمش معكم. بريوات اللي كيجيو لذاد بزاف، بواحد العقده اللي كتجي بنينه وسهله، وغنوريكم الطريقه ديال الاحتفاظ بهم في المجمد، وايضا الطريقه ديال الطهي باش يجيكم هكا بريوات مقرمشين. بالنسبه خليكم مع المقادير والطريقه في نفس الوقت. بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا بالاشتراك فضلا وليس امرا، وتخليو لي شي تعليق زوين باش هكا تكبر العائله ديالنا. هكا كما كتشوفوا معايا البنات، قرمشه واو. سمعوا كيجيو مقرمشين ومحمرين، وغتشوفوا العقده كيفاش دايره من الداخل. راه مازالين سخان، مازال البخار كيطلع منهم. هما شاكرين راسهم، خاصكم لابد تجربوهم، ساهلين وكيخرجوا كميه كبيره. فكما قلت لكم خليكم مع المقادير والطريقه في نفس الوقت ونشوفوا الفيديو. غادي ناخذ واحد الطنجره اللي تكون كبيره. انا هذه ما كنستعملهاش في الطياب، فقط كنبغيها ملي كنديروا شي حاجه كثيره فكنحتاجها. عندي هنا الدجاج اللي هما 2 دجاجات كبار، اللي كل وحده فيهم 2 كيلو. نتوما بغيتو ديروا دجاجه وحده ما كاينش مشكل. درت هنا 2 دجاجات اللي بطبيعه الحال غاسلين الدجاج بالحامض والملحه والسكنجبر، كاي الدجاج كنغسلوه بالطريقه المغربيه المعتاده. بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره ديال الكركم اولا الخرقوم، معلقه صغيره السكنجبير، معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود ولا الابزار، معلقه صغيره ديال الملحه. وبطبيعه الحال دائما كنذوقوا في الاخر اشنو خاصنا نزيدو وشنو خلينا نخليوه. غادي نضيف زعفران الحر اولا زعفران شعره، ضروري في البروات ديال الدجاج او في البسطيله، ضروري ومهم، عنده الدور ديالو مهم. غادي نزيد هنا تقريبا قياس 6 المعالق كبار ديال المعدنوس. كندير غير المعدنوس البنات، ما تنديرش القزبر، غير المعدنوس. وغنضيف هنا تقريبا كاس لارب ديال الزيت البلدي. انا دائما تنطيب غير بزيت البلديه، يعني كاس لارب د العنبه. غادي نتبل هاد الدجاج مزيان، تدخل فيه ديك التوابل كامله. وغادي نضيف عليه هنايا تقريبا 8 ديال الحبات اللي يكونوا كبار ديال البصله. انا البصله انا خلطتها، بغيتو ديروا غير البصله البيضاء ما كاينش مشكل. 8 د الحبات د البصله كبار اللي شلطتهم رقاق بهذا الشكل هذا. وفي التالي غادي نزيد 2 عواد ديال القرفه، وغادي نغطي الطنجره على نار مهيله ونخلي الدجاج يطيب على خاطرو. ما غندير لا ما لا حتى شي حاجه، ما ديروش الماء نهائيا. هو ديك البصله والدجاج غادي يطلق الماء ديالو. كما شفتوا راه خير ربي ديال المرقه اللي خرجت ديك البصله. دابا من بعد ما طاب الدجاج غادي نصفيه ونحيدو حتى يبرد، باش غادي نقطعوه قطع صغيره رقيقه كيف ما غادي تشوفوا معايا في كل مرحله. غادي نصفي الدجاج كامل. غادي نحيدو هاد الدجاج كما قلت لكم. وبطبيعه الحال راني مشعله على البوطه، ما طافياش على الطنجره، باش غنخلي داك التغميره تنشف مزيان حتى ما يبقاش داك الماء نهائيا، تنشف البصله تماما. عاد باش نضيفوا لها من بعد البيض. غادي دابا نحيد داك العواد ديال القرفه، وغنخلي الطنجره حتى تنشف مزيان من الماء، ضروري تنشف من الماء. كما شفتوا معايا هنا راه نشفات العقده، ضروري تنشف مزيان من داك المرقه، لان الا خليتو فيها المرقه البريوات غادي يفزكوا ليكم، ما غايجيوش مقرمشين. دابا غادي نضيف 8 ديال البيضات اللي نطربهم. انا ما كنبغيش ملي نكون كنصايب العقده ديال البريوات يبقى داك البيض البيض يبقى باين، ما كيعجبنيش. خاصني نطربو مزيان شي شويه، عاد نضيفو شويه بشويه. حنا كنحركو مزيان باش ما يعقدش، ما نديروش حبه بحبه. الا درتو حبه بحبه غادي يبين لكم البيض. انا شخصيا ما تعجبنيش يبقى باين ليا البيض. غادي نطرب وانا في يديك الطراب اليدوي وكنحرك مزيان، ومجهده العافيه بطبيعه الحال باش ما تطلقش ليا داك البيض الماء. مجهده العافيه وفي نفس الوقت كنحرك مزيان حتى تعقد ليا هاد العقده. هذه طريقه اللي سهله وزوينه. سمحوا لي هنا راه مشى ليا الفيديو. في التالي غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده.
كما شفتوا العقده راه تقريبا نشفات من الماء. رغم ذلك غادي نصفيها، ضروري هاد الخطوه هذه، خاصنا نتاكدوا ان العقده ما بقاش فيها حتى شي حاجه ديال المرقه. كل ما نشفات مزيان كل ما البريوات غيجيكم مقرمشين. صافي غادي نصفيها ونرجع لكم. من بعد ما قطعت الدجاج بهذه الطريقه كما كتشوفوا، قطعته مزيان رقيق ونتاكدوا انه ما بقاش حتى شي جلود ولا عظمه ولا حتى شي حاجه. وكما كتشوفوا العقده هنايا من بعد ما بردات صفيتها مزيان وسقطرتها كيف ما كتشوفوا. داك المرق كامل هبط. صراحه هذه المريقه بنينه ما نقولش لكم والله العظيم. فما لحتهاش، غادي نخليها. بالنسبه للناس اللي كدير البسطيله ديال الدجاج هذه راه كنخدموا بها ما كنلوحوهاش. انا غنحيدها لانني غادي ندير غير البريوات ديال الدجاج. فكما كتشوفوا العقده راها ناشفه. دابا غادي ندوزو باش نعمروا هاد البريوات. انا عندي كيلو ديال الورقه كبيره. انا كناخذ كما قلت لكم في الفيديو السابق، الورقه كناخذ من عند واحد السيد هنا في قنيطره في لافيلوت، عنده ورقه زوينه ورقيقه. غادي نحيدو هاد الجوانب الزايدين، ما غاديش نحتاجوهم اول حاجه. وبالنسبه للقياس غنديروا 4 الصبعان. في الفيديو السابق البريوات صغارين كنديروا غير 3. دابا غنديروا القياس ديال 4 ديال الصبعان. وغادي نقطع، يعني ما نديروش البريوات لا كبار ولا صغيرين، غادي نديروهم متوسطين. غادي نعاود نسرح الورقه ونقطعهم باش نتاكد ان الحجم ديالهم مقاد. غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نجمعهم، غنديرهم في البلاستيكه باش ما تدخلهمش الهواء وهكا تقصحينا الورقه، خصوصا الا كان شي شرجم محلول ولا هذه الورقه كتيبس لينا. فغادي ندوز باش نعمرو. كما شفتوا خير ربي خرجت ليا ديال العقده والدجاج. فدابا غادي نطلق الورقه على سطح العمل. هنايا احتاجيت الزبده مذوبه وعندي شويه ديال الدقيق، ولا بغيتو تلصقوا الورقه بالبيض، يعني بالصفر د البيض تقدروا ديروها. كما دائما كنقول لكم، الورقه كتكون الجهه الحرشه هي اللي من الفوق والجهه الرطبه هي اللي من التحت. كنستف الورقه ديالي على سطح العمل وندهن بالزبده. بغيتو تدهنوا غير بالزيت ما كاينش مشكل. انا ملي كنكون مثلا بروات عنطيبهم في الفران كيعجبني ندهنهم بالزبده باش كيعطي واحد المذاق زوين، وفي نفس الوقت قرمشه اللي كتعطيها زوينه وكيبقاو مده طويله مقرمشين. صافي من بعد ما دهنت كيف ما نعاود ناكد لكم، الجهه الحرشه كتكون من الفوق والجهه الرطبه كتكون من التحت. غادي ناخذ الكميه اللي غادي تكفيني. تقريبا هنا درت معلقه عامره باش ما يجيونيش خاويين، يجوني هكا تجي البريوه معمره من الداخل. درت تقريبا معلقه كبيره عامره بالحشوه. وغادي نبدا نتني. هنايا الكاميرا ما كنتش راده البال، عند بالي كتشوفوني، ولكن لقيت الكاميرا من بعد فاش جيت ندير المونتاج لقيت الكاميرا بعيده على الطريقه اللي كنوريكم. ماشي مشكل، غادي نوريكم مره ثانيه. غادي نزيدها الحشوه شويه لقدام وغادي نبدا نجمع ونضغط. نعمر الجوانب كيف ما كتشوفوا، نعمر الجوانب باش ما نبقاوش ناكلوا غير هكا الورقه خاويه. ملي ناكلوا البريوه نحسوا ان راه كاين الحشوه لداخل. صافي غنبقى نجمع بحال هكا. ما تبقى ليا غادي ندير ليه نجمع بشويه ديال الدقيق والماء. بغيتو تجمعوا بالصفر د البيض ما كاينش مشكل. كما شفتوا الطريقه اللي جيت ساهله يا البنات. غنعاود معكم نفس الطريقه. نضغط ونجمع في الجوانب، نضغط باش ما تجيناش ديك البريوه عامره هكا وعاليه وتقدر تطرطق لينا حتى ملي نكونوا كنطيبوهم في الفران. غادي نجمع ما تبقى من الورقه الحاشيه وغادي نسدها بالخليط ديال الدقيق والماء. صافي الطريقه سهله. انا عارفه كلشي كيعرف يصايب البريوات تبارك الله. حنا المغربيات اينما كنا تبارك الله كنحمروا الوجه ديالنا والحداقه وكلشي فينا المغربيات. فقط كان كاين بعض البنات اللي كيتعلموا، واللي يعني انا هادشي الفيديو كنشاركو مع اغلب البنات اللي يلاه كيتعلموا. ف هادشي علاش ملي حادقه راه تبارك الله راه كتعطي اكثر. صافي غادي نمشي بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله. بالنسبه لجوج دجاجات خرجت ليا 50 حبه، لان تبارك الله عامرين ما خاوينش. بغيتو ديروهم صغار اكثر من هكا
ما تكونش عامره الحشوه، فغادي يجيكم اكثر من 50 حتى 70 حبه ممكن. فانا كما قلت لكم درتهم كبيبرين شي شويه، غير شي شويه ماشي بزاف، راه كيف ما كتشوفوا قدامكم في الصوره، ودرتهم ولكن درتهم عامرين من الداخل. صافي غادي ندوز باش نطيبهم. صافي هنايا النص ديال البريوات شعلت عليهم الفران، دهنتهم بالصفر ديال البيض وغندخلهم يطيبوا. اما هادو فانا ان شاء الله غادي نصيفطهم لبنت خالتي الله يرحمها، فقسمت معاها هاد البريوات، درت الكميه كثيره باش نقسموا انا وياها نعطيها، وبما تبقينا حتى من بعد وعاود نزيدوا ان شاء الله. فهادو درتهم في هنايا في البلاطو باش غندخلهم المجمد يقبطوا راسهم شي شويه، ومن بعد غادا نديرهم في البلاستيك ديال المجمد. وهذا ما كان يعني هذه الطريقه ديال اللي كنجمدوا به. الا درناهم هكا ورقه خضراء، فملي غادي نستفوهم في الميكات غادي تعوج لنا الورقه. من الافضل انكم تسرحوهم في البلاطو عفوا، ونديروهم في المجمد حتى يشقبطوا راسهم شي شويه، ومن بعد عاد نديروهم في البلاستيك ديال المجمد. فخليكم مع الفيديو حتى نشوفوا من بعد الطيب. وهذا هو الشكل النهائي ديال البريوات من بعد ما خرجتهم من الفران وقدمتهم بحال هكا. فهكا ممكن في مائده الافطار ان شاء الله، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، نزينوا بهم الطبيله ديالنا. الاهم هو الصيام والصلاه والعباده والشهر ديال الغفران، اما الماكله كل واحد تياكل الرزق ديالو. فاحنا فقط كنشاركوا هكا اطباق وصفات مع بعضياتنا، علاش لا. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم والدعم والاشتراك، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي. بديت زوينة. Papa.